أحلى. البعض يقول أن كل شيء يبدأ جميل. فالمهم الكلمات ما كانت لكل النساء طبعا، وليس حين ينتقد الشاعر مثلا أحدا هو لا يقصد به كل الناس. فيومها قلنا سقط القلم، سقط القلم، خسئ القلم، قد كان يكتب جاهدا أحلى نغم، مذ يوم غدرك يا فتاة أردد، أين الهوى أين الوفا أين العشم. جل النساء، جل معظم ما أنت هو أنت اللي مطلع الدعاية علي. جل النساء كحلوتي يا ويحها تنسى الغرام بلا وفا وبلا ذمم، لا يا فتاة فلست كالهول الذي هو صامت حتى إذا نطق الهرم. جل النساء كحلوتي يا ويحها تنسى الغرام بلا وفا وبلا ذمم، لا يا فتاة فلست كالهول الذي هو صامت حتى إذا نطق الهرم. هنا مربط يقول أبنات حواء انتبهن لقولتي، أبنات حواء انتبهن لقولتي، أبنات حواء انتبهن لقولتي، لسنا عبيدا عندكن ولا خدم، ليست مشاعرنا تباع وتشترى. أبنات حواء انتبهن لقولتي، لسنا عبيدا عندكن ولا خدم، ليست مشاعرنا تباع وتشترى، لسنا نساق إلى الأمير إذا ابتسم، الشمس شمس والظلام غيابة والطهر منقوش بسارية العلم. طبعا هذا كان من ضمن الحفل نفسه. إني جامعة ابن الهيثم هذه معروفة طبعا، حسن بن الهيثم. إني دعيت اليوم لابن الهيثم، قومي طواف الشعر لا تتلثمي، قومي طواف الشعر لا تتلثمي، إني دعيت اليوم لابن الهيثم، فلربما أنت التي ستحبني، فلربما أنت التي ستحبني، أو أنت في باب النوى ستزاحمي، أصغي لقولي يا فتاة تنبهي، وتعلمي من شاعر لتعلمي، بالكاف والنون القصائد. أصغي لقولي يا فتاة تنبهي، وتعلمي من شاعر لتعلمي، بالكاف والنون القصائد تأمر، كن يا غرام ويا فتاة لتغرمي. بالكاف والنون القصائد تأمر، كن يا غرام ويا فتاة لتغرمي. ثم بعد ذلك حين أردنا أن نصحح المسائل، طبعا أنتم ذكرتوني بهذه الكلمات قديمة والله، فأنا أكتب كلها مسودات الآن يعني. فقلت من ضمنها أنا ما سمعت لشاعر إلا بها آذيتني وظلمتني ويولولني. يعني أنا قد كنت منهم، ما أعرف بدايتها، بس قد كنت منهم ربما والأول اللي يظلمون النساء. لماذا التهجم للمليحة إنها هسه يعني مش لماذا التهجم للمليحة إنها لأرق من عطر الورود وأجمل، أنا ما قرأت لشاعر إلا بها آذيتني وظلمتني ويولول، إن النساء صغارهن جميلة وكبارهن البدرهن وأكمل، إن النساء صغارهن جميلة وكبارهن البدرهن وأكمل، إن البدور تغيب يأفل نورها ونساؤنا أنوارها لا تأفل. طب نرجع للشعبي العراقي، وأنا هنا الشعبي العراقي للشعر العامي الشعبي العراقي هنالك شيء اسمه الأبوذية. فاللي يعرف الأبوذية بس يقول الأبوذية هي التي تبدأ بثلاثة
جناسات يعني تتشابه باللفظ أيوة. وتختلف بالمعنى. مثال سمي جناسا يعني. نعم. مثال أنا الصمت جروح وانطباعي. أنا صمتي جروح وانطباعي. أنا الصمت جروح وانطباعي. أنا الصمت جروح وانطباعي. ردت أشرح شعوري وانطباعي. علي تكسر خطوطك وانطباعي. إلك مشتاق يا المبعد علي. أنا الصمت جروح وانفعالي. أيوه. أنا الصمت جروح وانفعالي ولا بين دمعتي وانفعالي. أنا الصمت جروح وانفعالي ولا بين دمعتي وانفعالي. أعيشان بشموخي وانفعالي ولا دنك رقبتي للردية. هذا يسموه الأبوذية، الشعر زي الواو عندنا. ايوه. ولكن الجناسات لازم تكون مختلفة المعنى تماما. ففي أختم بقصيدة أنت غالي، وأهديها لكل من يسمعني الآن، وأهديها للشعب المصري الغالي الحبيب ولكل الحاضرين. أيضا تبدأ بأبوذية. الأبوذية تقول، أو القصيدة تقول: أنت غالي أنت غالي. احنا قلنا تبدأ بأبوذية ولا تنتهي؟ تبدأ ونهي. هي تنتهي؟ هي تنتهي. خلاص ابدأ. خلاص قول وين. أنت غالي وتبقى غالي. أنت منك ضي قمرنا العالي. لو كلمة مو واضحة قولوا لي. أنت غالي وتبقى غالي. أنت منك ضي قمرنا العالي. وأنت لولاك الذهب ميلالي. وأنت لولاك الذهب ميلالي وتبقى غالي. وأنت لو مو غالي ما أزعل عليك. وأنت لو مو غالي ما أزعل عليك. أنت غالي وتبقى غالي. وأنت منك ضي قمرنا العالي. وأنت لو مو غالي ما أزعل عليك. وأنا عطشانك حبيبك بين يديك. ليش أزعل؟ ليه؟ أيوة. ليش أزعل؟ خوفي لزرع المحبة بيوم يذبل. ليش أعتب؟ تدري أنت ليش أعتب؟ خوفي لا أمحل كتبته وأني أكتب. ليش ما أقدر أقول أنت حبيبي؟ ليش ما أقدر أقول أنت حبيبي؟ وأنت تدري النار تسعر ونارك تزيد لهيبي. ليش ما أقدر أحضنك؟ ليش ما أقدر أحضنك؟ حتى لو تحسبني ابنك بلك حضنك. حتى لو تحسبني ابنك بلك حضنك. وشنو لو تحسبني ابنك وانت ابويا وانت امي؟ ومن عرفتك زاد همي. ونفسي مرة احلم واغمض وافتح عيوني انت يمي. وافتح عيوني على عينك وانسى آهاتي وحسرتي وانسى وينك.